ويا صباح الخير والسرور عليكم يا حبيبات القلب. ان شاء الله تكونوا في افضل حال. وحشتوني جدا. عارفة ومقدرة ومجربة احساسك. تصحي الصبح تبصي حواليكي تلاقي الصالة مكركبة، المطبخ مليان مواعين، الغسيل جبل عايز يتطبق، والاولاد مبهدلين الدنيا. وفي ثانية تلاقي نفسك تتعصبي وبدأتي تزعقي وصوتك يجيب اخر الشارع، وتلفي وتتنططي في البيت زي المجنونة، وفي الآخر تخلصي ترويق وانتي ضهرك مكسور ونفسيتك صفر وكارهة عيشتك وبيتك. يا بنات، الست الرايقة اللي بالها طويل ما بتعملش في نفسها كده أبدا. الترتيب والنظافة عندها مش معركة حربية بتطلع منها خسرانة أعصابها وصحتها. الترتيب عبارة عن طقس روقان وفاصلة من الدوشة والدنيا. في فيديو النهاردة هنفتح مع بعض كتالوج الست الرايقة، وهقولك على أسرار الترتيب بدم بارد وبال طويل جدا بالتفصيل الممل. ازاي تخلي بيتك زي الفل وتفلتري حياتك وانت قاعدة برنسيسة ورايقة ومحدش سامعلك صوت. جهزي فنجان القهوة المظبوط، اقعدي في مكان رايق وتعالي ندردش بشياكة. وأول سر من أسرار الست اللي بالها طويل إنها مستحيل تبدأ ترويق وهي متوترة أو دماغها مكركبة. النفسية أولا يا حبيبتي. الست المندفعة تصحى من النوم تجري على المواعين والكراكيب وهي بتتحمق وبتندب حظها. أما الست الرايقة بتعمل ايه بقى؟ بتفصل الفيشة الأول، تصحى تغسل وشها وتتوضى وتصلي وتعمل فنجان القهوة المظبوط أو كوباية الشاي بالنعناع وتقعد تشربها في هدوء تام، والبيت مكركب عادي جدا حواليها. البيت مش هيطير. ال20 دقيقة دول يا بنات هما اللي بيدوك البال الطويل والثبات الانفعالي اللي هيخليكي تدخلي على الشغل وأعصابك في تلاجة. وقبل ما تمسكي المقشة شغلي في البيت صوت هادي بيجيب السكينة، قرآن بصوت الشيخ عبد الباسط حمودة مثلا، أو سورة البقرة، أو بودكاست بتحبيه. انت كده حولتي الترويق من عقاب لمعسكر تدريب نفسي ممتع. أما السر التاني هو سر الصنعة التقيلة. الست الرايقة ما بتفتحش البيت كله على بعضه. فتح الشغل كله في وقت واحد هو اللي بيعمل كركبة في العين ويجيبلك إحباط وخنقة. الست اللي بالها طويل بتمشي بقانون الغرفة الواحدة، يعني النهاردة هروق أوضة النوم يبقى ماليش دعوة بأي حتة تانية في الشقة لحد ما الأوضة تخلص وتتقفل على الفرازة. وجوه الأوضة نفسها بتمشي بقانون ال20 دقيقة. اظبطي تايمر الموبايل واشتغلي بتركيز وهدوء من غير استعجال، وأول ما ال20 دقيقة دول يخلصوا اقعدي ارتاحي 5 دقايق واشربي فيهم مية أو عصير. والطريقة دي يا بنات بتخليكي تنجزي من غير ما تحسي بجهد بدني كبير، وبتخليكي دايما حاسة انك مسيطرة على الوضع وبالك طويل مع الأولاد لو دخلوا لخبطوا حاجة. وتعالي بقى ندخل في التفاصيل الدسمة اللي بتخنق النفسية في البيت ومن غير ما نحس. الكراكيب المركونة، الكوبايات المشروخة في المطبخ ومستخسرة ترميها، والأكياس اللي جوه أكياس، وعلب التلاجة اللي ملهاش غطا، والهدوم اللي صغرت وعاملة زحمة في الدولاب. كل ده اسمه مقابر طاقة النكد. طول ما عينك شايفة زحمة وكركبة إشارات بتوصل لدماغك إنك مضغوطة وتعبانة. الست الرايقة قلبها حديد في الاستغناء. هاتي كرتونة كبيرة ولفي على الأدراج والدواليب. أي حاجة مكسورة أو ملهاش لازمة في الزبالة فورا ومن غير ندم. أما الهدوم والحاجات الزيادة اللي حالتها كويسة اتبرعي بيها وخرجيها لله تفرحي قلب حد تاني. وسيبي مساحات فاضية في بيتك عشان الطاقة تتجدد والبيت يتنفس. روقان البيت بيبدأ من روقان المساحات. ونيجي بقى للمكان اللي بيبوظ أعصاب الستات كلها، المطبخ والمواعين. ازاي الست اللي بالها طويل بتتعامل مع المطبخ؟ الست الرايقة عندها قاعدة حديدية، المواعين ما بتتراكمش. وهي بتطبخ أي طبق يفضى، أي معلقة تتوسخ بتغسلها فورا وهي واقفة مستنية الأكل يستوي. الرخامة عندها دايما فاضية وبتلمع. وقبل ما تنامي بالليل لازم المطبخ يكون متقفل كأنه فندق 5 نجوم. الحوض فاضي وبيلمع والزبالة مخرجاها برا.
وشوفي بقى كده لما تصحي الصبح وتدخلي المطبخ وتلاقيه رايق وريحته حلوة، طاقة التفاؤل والبهجة هتملى قلبك، وهيجيلك مزاج تعملي أحلى فطور وقهوة بروقان ملكي. وآخر سر وأهم سر في كتالوج النهاردة، انتي ملكة في بيتك، ومش مطلوب منك تكوني آلة بتشتغل 24 ساعة لحد ما تقعي من طولك وتفقدي ثباتك الانفعالي. الست التقيلة بتعلم أولادها وجوزها المسؤولية بهدوء وحزم من غير زعيق. ابنك قايم من السرير، قوليله بنبرة هادية وحديدية في نفس الوقت: حبيبي سريرك يتفرش قبل ما تخرج من الأوضة. بنتك خلصت لعب، حبيبتي ألعابك ترجع مكانها في الكرتونة. ومن غير ما تصوتي وتتنرفزي عوديهم إن نظام البيت مسؤولية الكل. كده انتي بتحافظي على صحتك وعلى هيبتك وبرستيجك، وبيفضل ليكي وقتك الخاص اللي بتقعدي فيه غالية وعزيزة ورايقة. يا بنات، بيوتنا هي الحصن بتاعنا، والشطرة والذكية هي اللي تخلي حصنها ومملكتها مكان يشع راحة ونفسية هادية بالبرود الذكي والروقان. جربي كده تخلي الترتيب طقس لراحة بالك مش لفرهدة جسمك، وشوفي حياتك هتتغير ازاي. وما تنسوش تكتبولي في التعليقات تحت ايه اكتر حاجة بتفرهدك في ترويق البيت. ومستنية تشتركوا في قناتنا بهدوء مع منى وتفعلوا الجرس عشان نكبر لمتنا الشيك والرايقة سوا. كانت معاكم منى، يا رب دايما رايقات وفي أجمل حال. سلام.